كل عام وانتم بخير مجددا. وعندي موضوع مهم وخطير لكل شاب وفتاة، أتمنى السماع بصدر رحب. ما في شيء اسمه حب قبل الزواج، مستحيل. إذا كان في شيء زي كذا يعني في تعارف، في تواصل من وراء الأهل، وهذا حرام. انتبه. كيف تواصل مع بنت من وراء أهلها وهي بنت لأحد الأشخاص أو أخت لأحد الأشخاص ترضاها لنفسك؟ هذا أكبر خطأ وأكبر حرام. بعض الأشخاص يقول هي اللي جتني وهي اللي عرضت نفسها وهي اللي احتكت معي في البداية، ولو هذا اختبار من الله لك، تنجح فيه ولا لا؟ ومن يتق الله يجعله مخرجا. مثل ما أن أخوها يغار أبوها يغار، الله قبلهم كلهم يغار. وانتبه من الله سبحانه وتعالى، وانتبه من دعوة المسكينة هذه إذا أنت لعبت عليها أو هتكت عرضها، من دعوة منها أو من أمها أو من أهلها، دعوة توديك في 60 داهية. وأيضا لكل بنت تحاول أنها تدخل في هذا الطريق تنتبه، ترى هي عرض لأبوها وهي عرض لأخوها ولأهلها كلهم، تخاف من الله سبحانه وتعالى بيوفقها الله. والحب ما يجي إلا بعد الزواج، لأن التعارف يحصل بعد الزواج. الواحد يدعو الله أنه يرزقه الزوجة اللي في خاطره، والواحدة تدعو الله أن الله يرزقها الزوج اللي في خاطرها ويوفقهم الله.